من الأسئلة اللي بتجيلي إزاي أشوي الفرخة المشوية وتطلع معايا باللون الخطير ده، وإزاي أعمل ورق العنب اللي بيجي المعلبات وإزاي أختاره ويطلع كويس وطعمه يبقى حلو والرز يبقى مفلفل من جوه. لو كنتي أول مرة تشوفيني أنا هبة إبراهيم. هاتي بقى فرخة ونغسلها كويس بالمنقوع الملحي اللي احنا متفقين عليه، وبعد كده هبدأ ان انا افتح فيها فتحات كده من كل ناحية علشان تخش التتبيلة بتاعتنا. هنجيب بصلاية وطماطماية ونفرمهم في الكبة ومعلقة من المستردة ومعلقة من صوص المشاوي، وبعد كده هنحط عندنا بهارات فراخ وبهارات 7 بهارات، وهنحط بقى اللي هي البهارات بتاعة المشويات دي هتوديها في حتة تانية خالص. وهبدأ ان انا اتبل الفرخة بتاعتي من كل حتة واعمل لها مساج، واخلي التتبيلة كده تخش تحت الجلد وفوق الجلد بالظبط زي ما انتي شايفة كده. وبعد كده كان عندي بقى محشي ورق العنب اللي انا هوريهولك ازاي تحشيه مع بعض. حطيته كده من جوه عشان تبقى الفرخة كده ديك رومي ومحشية ورق عنب. حطيتها في كيس حراري وبعد كده سبتها في التلاجة لمدة 4 ساعات علشان تبقى متبلة كويس، وجبتها في صينية كده وبعدين نزلت عليها بالمية السخنة وحطيتها في الفرن وخدت اللون الخطير ده. خدت حوالي ساعة الا ربع واستوت وبقت خطيرة. تعالي بقى اقولك ازاي تختاري الورق العنب المعلبات. لازم مكتوب عليه ورق عنب بناتي. وبعد كده اطلعه من البرطمان في حلة، والمادة اللي جوه دي لازم ان انا اتخلص منها نهائي. اغسلها كويس جدا مرة واتنين وتلاتة، وافتح الورق العنب من جوه كده لحد ما اغسله. وبعد كده اصفيه وانزل عليه بالمية السخنة عشان لمدة بالظبط 3 ثواني، واصفيه كويس في مصفى. بيبقى بالطريقة دي ما يبقاش فيه اي ريحة من ورق العنب المادة المحفوظة فيه. خلطة المحشي بتاعتنا التسبيكة اللي احنا مسبكينها، ونزلت بالرز وحطيت عليه الخضرة وبدأت ان انا الف ورق العنب بالشكل ده. بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. لو أول مرة تعملي ورق العنب هتبقي محترفة فيه. باحط الخلطة في النُص وابدأ إن أنا أطبّقها كده وأبرم بصبعِك بيلف. أهم حاجة تقفليه كويس جدًا علشان الخلطة ما تخرجش منها. ومرة تانية باجيب برضه الورقة وباقفل عليها زي الظرف، وأهم حاجة إن أنا بابرم كويس كده وأقفل من كل النواحي، وبكده بتبقى ورق العنب بتاعي جاهز. خلّصي كل الكمية وهاتي بقى طاجن، وهنعمل النهارده ورق العنب في الطاجن. عندنا بقى بصل وطماطم وخضرة، وبدأت إن أنا أتبّلهم بالملح والفلفل، وأرص الورق العنب الصوابع بتاعتي كده بالشكل ده. الصف التاني بقى بارصه عكس الكاس عشان لمّا آجي أقلبه يبقى عامل زي التورتاية. عندنا شوربة تكون سخنة، لو ما فيش مرقة ممكن تعملي مرقة عادي زي ما إحنا متعودين، ومعلقة سمنة على الوش، وباحط دبس رمان، وباحط عصرة ليمونة، واحط كده شرايح ليمونة على الوش. وبعد كده لازم أغطيه بورقة من فوق كده علشان يستوي كويس. غطيه بورق زبدة وبعد كده ورق فويل ألمونيوم واحكميه كويس وفرنك شغال. هاحطه كده على الصاجة الأول يغلي لمدة ربع ساعة أو نص ساعة، وبعد كده أحطه في الرف الوسطاني يستوي بقى وبيبقى خطير وطعمه يجنن. جربوه بطريقتي، ولو عجبك الوصفات ما تنسيش تدوسي لايك وشير.